للي لسه ما عندهمش انستا باي هقول لك ازاي تعمل حساب في دقايق، ده بعد ما تكون نزلت الابلكيشن من على جوجل بلاي او اب ستور. نزلنا الابلكيشن، اول خطوه هتضغط على انشاء حساب جديد، وبعدها هتكتب رقم الموبايل اللي متسجل في البنك، وهنا هيبعت لك الابلكيشن كود على الموبايل للتاكيد. وهنا بقى الخطوه الثانيه، هتدخل الكود اللي وصل لك، وهنا هيفتح لك صفحه تدخل بياناتك، وبعدها هيطلب منك تاكيد بصمه الوش او الايد علشان الامان. ثالث خطوه هتضيف رقم حساب البنك بتاعك، وده عن طريق انك بتختار اسم البنك بتاعك وتدخل ال 16 رقم اللي موجودين على الكارت والرقم السري بتاع كارت الاي تي ام. ساعتها كل حساباتك في البنك هتظهر جاري وتوفير. بعد كده هيطلب منك تدخل 6 ارقام كرقم سري. رابع خطوه هتكتب عنوان الدفع اللحظي ليك، او بالانجليزي هتلاقي اسمه IPA. العنوان ده عامل زي الايميل، يعني مثلا احمد عامر @instabay، وده هيكون خاص بحساب البنك ده بس. يعني لو عندك حساب بنك تاني هيكون ليه IBA تاني. اخر خطوه انك تعمل رقم سري للحساب بتاعك، وبرده مكون من 6 ارقام زي البن بتاع انستاباي علشان تستخدمه في كل مره بتعمل فيها ترانزاكشن. بكده مبروك، انت عملت حساب في انستاباي. لو لسه حد خايف يعمل اكونت على انستاباي ابعت له الفيديو ده.